عارفين إيه السر اللي بيخلينا دايما حاسين بالسعادة ومش بنفتكر الحاجة اللي ممكن تزعلنا؟ السر ده هنعرفه في حكايتنا النهاردة، وهي حكاية صينية قديمة بتحكي عن ست بسيطة عايشة مع ابنها الوحيد. الابن كان كل حياتها، ضحكتها وفرحتها وسندها. كانت حاسة إن الدنيا فتحت دراعها ليها وإن حياتها كلها هدوء ورضا. لكن الدنيا ما بتمشيش زي ما احنا عاوزين، وفي يوم جه الموت وخد أعز ما عندها، ابنها الوحيد. من ساعتها قلبها اتكسر والحزن سيطر عليها بشكل مرعب. كانت كل يوم تصحى على غياب ابنها، تحس البيت فاضي، ما فيهوش نفس، ما فيهوش روح. ومن كتر يأسها راحت تدور على أي أمل، لحد ما قررت تروح لحكيم القرية، يمكن يكون عنده حل. وقفت قدامه والدموع مالية عينيها وقالت له: أنا عاوزه وصفة ترجع لي ابني للحياة، حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت مستحيلة. الحكيم بصلها نظرة كلها حكمة وصمت، وأخد نفس عميق وقال لها: طيب، لو عايزة وصفة هاتيلي حبة خردل واحدة، بس بشرط لازم تكون من بيت معرفش الحزن أبدا. الست مسكت في الأمل ده وخرجت من عنده وهي حاسة إنها أخيرا لقت خيط أمل حتى لو كان ضعيف. ومن هنا بدأت رحلتها. أول بيت خبطت عليه فتحت لها ست صغيرة في السن. سألتها: هو البيت ده عرف الحزن قبل كده؟ الست الشابة ابتسمت ابتسامة كلها مرارة وقالت: هو بيتي عرف غير الحزن؟ جوزي مات من سنة وساب لي 4 عيال أربيهم لوحدي، ومن ساعتها أنا ببيع في عفش البيت قطعة ورا قطعة علشان نلاقي لقمة ناكلها. الست اتأثرت جدا بكلامها ونسيت حكاية الخردل وقعدت تواسيها وتسمع منها. وبالليل دخلت بيت تاني، سألت نفس السؤال. الست صاحبة البيت قالت: جوزي عيان جدا وولادي بقالي أيام مش لاقي أطعمهم. الست من غير ما تفكر راحت على السوق، اشترت بكل اللي معاها أكل وزيت ودقيق وخضار، ورجعت ساعدتها تطبخ وأكلت معاها ومع عيالها. ومن تاني يوم كملت رحلتها، بيت ورا بيت، سؤال ورا سؤال، وكل مرة كانت تلاقي جوه كل بيت قصة حزن، مصيبة أو وجع أكبر من التاني. وبعد أيام لقت نفسها اندمجت مع الناس، بقت صديقة ليهم، بتشاركهم وجعهم، بتساعد هنا وتواسي هناك. وهنا نسيت تماما إنها أصلا كانت بتدور على حبة خردل، نسيت إن دي كانت الوصفة اللي طلبها الحكيم. لكن لما رجعت تفكر استوعبت الحقيقة. الحكيم ما كانش عايز خردل، هو كان بيديها الدرس الأعظم، الدرس اللي بيقول إنك مش لوحدك في حزنك، وإن الحزن مش اختيار، ده قدر بيعدي على كل بيت، على كل قلب. لكن الوصفة الحقيقية للخروج من الحزن إنك تخرج من عالمك الضيق وتبص لغيرك وتشاركهم. لما تساعد حد محتاج أو تواسي قلب موجوع، أنت في الحقيقة بتداوي جرحك قبل ما تداوي غيرك، وده سر الوصفة اللي الحكيم قصدها. فلو أنت حزين دلوقتي أو مهموم، افتكر غيرك يمكن يكون في وضع أصعب منك بكتير، ولو كلنا وقفنا جنب بعض الفرح هيزيد والحزن هيتقسم على قلوبنا فيبقى أهون. لو قصتنا النهاردة عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك وكومنت.